اهلا وسهلا بيكم اصدقائي. النهارده ميعادنا مع مباراة الزمالك والاسماعيلي. يلا بينا نلخص الماتش كله في 10 نقط. رقم واحد، الزمالك بدأ بكورته المعتادة بيبني من تحت بمشاركة محمد صبحي. طبعا قلنا قبل كده ان ده كان سبب مشاركة محمد صبحي ان هو بيلعب برجليه كويس، اللي بيظهر بمستوى جيد جدا خلال الموسم ده. رقم اتنين، الاسماعيلي في بداية المباراة ما كانش بيضغط على الزمالك من فوق، واقف صح في نص ملعبه ومقفل المساحات مظبوط، لكن كورة طويلة بيحط بزيرة نفسه بين الكورة وبين المدافع وبياخد ضربة جزاء وبيتقدم نادي الزمالك. رقم ثلاثة، بعد الجون الأول بيحصل حاجة غريبة من الزمالك، تباطؤ في الخروج بالكورة وتباطؤ في الضغط وثقة زيادة في بعض الباصات وفرص ضيع غريبة من على خط الجون. رقم أربعة، بلغة الكورة الزمالك نام كرويا، الإسماعيلي معرفش يسرقه عشان الإسماعيلي مش فايق وبعيد لحد دلوقتي عن الموسم ده. رقم خمسة، كان في فكرة فيريرا بيعملها، بيضم آدم كايد وبزيرة لنص الملعب وبيفتح من على الجناب عمر جابر وبنتايج، لكن بزيرة وآدم كايد ما استغلوش المساحة الفاضية اللي كانوا بيلعبوا فيها النهاردة. رقم ستة، بيضيع الزمالك كتير في الشوط الأول، ما استغلش الإسماعيلي غفلته، وبعد الهدف الأول بينتهي الشوط بالتقدم الزمالك 1-0. رقم سبعة، بيبدأ الشوط الثاني والإسماعيلي بيتواجد في خط ظهر نادي الزمالك في منتصف ملعب نادي الزمالك اللي ما كانش موجود الشوط الأول، لكن خبرة لعيبة الزمالك بتعدي حماسة لعيبة الإسماعيلي في البداية بأمان. ومع بداية الشوط الثاني الزمالك بيرجع يضغط على الإسماعيلي كويس بتنظيم على عكس نهاية الشوط الأول، لكن الإسماعيلي كان شكله أحسن في الملعب. خطأ فردي من مدافع الإسماعيلي نتيجة ضغط الزمالك بيستغلها عدي الدباغ وبيجيب الجون الثاني. رقم تسعة، الهدف الثاني طبعا بيدي ثقة لعيبة الزمالك، وبالفعل على الجنب الثاني بيحطم معنويات لعيبة الإسماعيلي. ابتدينا نشوف الزمالك بينقل الكرة بسلاسة. رقم 10، خبرة لاعبي الزمالك وعدم فوقان الإسماعيلي بيعدي الزمالك بثلاث نقط، وفعلا الأهداف اللي جت كلها من أخطاء فردية بتأكد على كلامنا. بينتهي الماتش 2 مقابل لا شيء لنادي الزمالك. طالما وصلت لحد هنا يبقى شكرا للمتابعة. أسيبكم في حفظ الله واشوفكم في الماتش الجاي على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.